السلام عليكم. من هو نائل مرزوقي الذي قتلته الشرطة الفرنسية؟ وهل فعلا اخترق القانون الفرنسي؟ نائل المرزوقي هو شاب من أصول جزائرية، ولد وعاش في فرنسا، وتحديدا في ضواحي نانتير جنوب غرب العاصمة الفرنسية باريس. هو من أب جزائري وأم فرنسية من أصول جزائرية. يبلغ من العمر 17 سنة. يعمل ويدرس في نفس الوقت. كانت علاقته بوالدته علاقة خاصة، لأنها اعتبرته أخا وصديقا وأبا حنونا، بل الأكثر من ذلك اعتبرته سندا في حياتها. كبر الابن فقرر مساعدة والدته في مصاريف الحياة، خاصة وأنه اعتبر نموذجا للشاب الذي يكسب قوت يومه بالحلال، ورفض الدخول في طريق المخدرات والممنوعات. بدأت تظهر ميولاته الموسيقية، حيث كان يحب موسيقى الراب وكذلك ركوب الدراجات النارية. اشتغل كعامل توصيل في محل بيتزا، وكان يستعمل دراجة بخارية أو سيارة من أجل توصيل الطلبات للزبائن. التحق بكلية في مدينة مورينز، حيث كانت قريبة من السكن الذي يقطنه مع والدته. كان يحلم دائما أن يصبح فني كهربائي، بالإضافة إلى انضمامه لفريق لرياضة الريغبي. لم يكن لوائل المرزوقي أي سجل جنائي، لكن وجهه كان معروف للشرطة الفرنسية نظرا لطبيعة عمله وتجواله الدائم، بالإضافة إلى مجادلاته المستمرة والعقيمة مع الشرطة الفرنسية ورفضه الالتزام بقوانينها. في صبيحة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 استيقظ نائل كعادته، غير ملابسه واستعد للخروج. نظر في وجه والدته طويلا وقبلها، ثم قال لها: أحبك أمي. فاستغربت الأم وردت عليه: وأنا كذلك أحبك، اعتني بنفسك. ثم ودعها الوداع الأخير. بدأت قصته بعد أن تم توقيفه من قبل شرطة نانتير الفرنسية، بعد أن كان نائل المرزوقي يقود سيارته بسرعة كبيرة رفقة أحد أصدقائه، حيث أطلق ضابط شرطة فرنسي النار عليه من مسافة قريبة أثناء تفتيش الطريق. ولقد صرحت الشرطة بأنها طلبت من الشاب الوقوف قبل إطلاق النار عليه، إلا أنه لم يكترث للأمر ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، ثم قرر الانطلاق دون الاستجابة لطلب الشرطة الفرنسية. لكن القصة عكس ذلك تماما، حيث تم تداول فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن ضابط الشرطة الفرنسية أطلق النار عليه من مسافة قريبة أنهت حياته على الفور، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في شوارع فرنسا، حيث تم اختراق الأمن ونهب وحرق ممتلكات المواطنين. فلم يجد المدعي العام حل سوى التصريح بأن الشرطي وضع في مركز احتجاز احتياطي، حيث اعتبر أن شروط استخدام السلاح لم تتحقق وفق القانون الفرنسي.